مكارم الأخلاق نستمع إلى أبيات من الشعر من إلقاء الطالبة نرمين الخريب. لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب. قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع النسب. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. واستشعر الحلم في كل الأمور ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل. وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتمي. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. اصبر ففي الصبر خير لو علمت به، لكنت باركت شكرا صاحب النعم. واعلم بأنك إن لم تصطبر كرما صبرت قهرا على ما خط بالقلم. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر أن يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا ما الذنب وافى باعتذار فقابله بعفو وابتسام ولا تحطف. وإن ملئت غيظا فإن العفو من شيم الكرام. واحذر مساوي أخلاق تشار بها، وأسوأ السوء سوء الخلق والبخل. وكم من فتى أدرى به سوء خلقه فأصبح مذموما قليل المحامد. من صوم كلام الله الأسنى، ومن مبدأ وحي القلم الأسمى، ومن فطرة نفس تكره بل تأبى إلا أن ترى هذا الجمع المبارك بتحايا بشر وأسارير وجوه قد فلقها الضياء إشراقا. فحياكم الله جميعا. يا حفلنا إن القلوب تكاد من فيض الشرف أن تهدي الأرواح نبضا صافيا لمن احترق. هذه تحايا عاجل البشرى لساع قد عرف إن السعادة والرضا والنور في هذا الشرف. في ذكرى ميلاد سيد البشر ما أجمل أن نستمع مدحه يبعث في نفوسنا السعادة والبشر.